انا شايف ان اللاعب اللي ما بيتقبلش في الاختبارات ده إيه، انت رحت كام اختبار؟ لو من اختبار واحد يبقى انت لسه، ما اختبرتش. انا بالنسبه لي اللاعب اللي راح اختبارات ده راح له ولا 30 35 اختبار في خلال صيفين سنتين. يعني انا ما ينفعش اروح اقول ايه، انا دلوقتي في الشتاء بجهز نفسي كلاعب كوره، وعلى الصيف اللي جاي هعدي على النوادي، نادي تمام. ما ينفعش اروح نادي اتقلش واقول لا خلاص انا فشلت. لا، حط لنفسك رقم في عدد نوادي علشان ما تيأس وما تحبطش. يعني انا هروح اختبارات، انا هكتب نفسي في الورقة انا هروح الصيف دوت 9 اختبارات. طبعا الاختبارات هتوصل لك من على تيك توك، من على الفيسبوك، من على السوشيال ميديا، من على صحابك اللي بيلعبوا كورة، في اختبارات في النادي الفلاني، في اختبارات في النادي العلاني. تمام. انا حطيت نفسي 9. الاختبار الاول اتقلشت عادي، فاضل 8 من المحاولات. الاختبار التاني فشلت، فاضل 7، وهكذا 6 5 4. التالت هتتقبل، الاخير هتتقبل، ممكن من اول مره تتقبل، ممكن من تاني مره تتقبل. ما ينفعش تحط لنفسك اختبار واحد وتقول انا اتقلشت. تمام. الصيف دوت اتقلشت في كل الاختبارات. اكيد بقى هتعرف ان المشكله عندك مش مع المدربين. انا فشلت في الاختبارات، يبقى لو انا اختبار واحد ولا اتنين هقول دي كوسه واقول دي واسطه وانا كويس وما اتشفتش. لكن لو انا رحت اختبارات نادي 9 اختبارات 10 اختبارات وما اتقبلتش فيهم، يبقى المشكله عندي، ودي حاجه كويسه. ليه بقى؟ لان انت اول ما تعرف ان المشكله عندك هتعرف هتعرف المشكله فين، هتعرف حلها. خلاص. انا قعدت الصيف دوت التسع اختبارات البادجت اللي انا حطيته ما اتقبلتش فيهم. علشان انا جيت استلم الكرة استلمتها غلط. كل ما اجي اكنترول على الكرة تهرب مني، كل ما اجي اباص الباص يروح للفريق التاني في الاختبار، التصويبه مش عارف ايه. هتعرف المشكله فين، هتخلص الصيف ده تشتغل بقى في الشتاء على الصيف اللي بعده، تشتغل بقى على اللي ناقصك. على ايه اللي ناقصك؟ فهنا بالتالي مليون المية بإذن الله هتتقبل وتبقى لعيب كورة. لكن اختبار 2 قلشت فيهم يبقى انت الغلطان. ليه؟ لأن انت سلمت نفسك لواحد ولا 2. سلم نفسك ل9 اختبارات وشوف اتقبلت فيهم يبقى جامد، ما اتقبلتش فيهم يبقى فيك مشكلة، والمشكلة دي لازم انت تعرفها وتحلها. طيب، اعرف المشكلة ازاي؟ انا برضو شوف الكلام جاب بعضه يعني. انا اعرف المشكله ازاي؟ انا رحت الاختبار الاول قلشت، اروح للمدرب، هو انا وحش فيها يا كابتن؟ يعني انا ما اخترتنيش ليه؟ هيقول لك علشان بطيء، جسمك تقيل. يبقى انت ناقصك رشاقه. تروح للاختبار التاني كله هيقول نفس البق. لقيت نفسك مثلا واحد قال رشاقه، واحد قال التمرير الباص، يبقى انت معاك حاجتين. حاجة تالتة، 3 حاجات. ال3 حاجات دول تعمل فيهم ايه؟ لازم تتمرن عليهم لوحدك في أكاديمية في برايفت، تقرص نفسك فيهم. يبقى انت كده عرفت المشكلة فين وحلتها مليون المية. الصيف اللي بعده هتتقبل. فهمت ولا ايه؟ عشان بس ايه، يعني انا الكلام جاب بعضه، وانا المفروض اعمل فيديو للموضوع دوت، وان شاء الله هعمل قريب باذن الله. طيب، سوسي انا سيد، ايه يا سيد عامل ايه يا حبيبي؟ لسه انا وكابتن رياض بنتكلم عليك، وانك انت وعبد الرحمن مجدي واحمد حازم، انتوا ال3 هنختار ما بينكم احسن واحد كان في المباراة اللي فاتت، لان احسن لاعب في الدوري هو اللي هياخد ايه، جايزة. وانت يا سيد عجبتنا قوي، الكوماندوز. واحنا بنحبك، واحنا كمان بنموت فيك يا عم. طيب، انت بنفس السؤال بيقول لي وبتمرن دلوقتي برايفت وجيم. طيب تمام، حلو، حلو قوي كده. شوف بقى ايه اللي ناقصك واشتغل عليه مع مدرب البرايفت بتاعك. طبعا مدرب البرايفت لازم يكون عنده رؤية في اللعب، عارف ايه اللي ناقصك، ايه قرص لك عليها. اول ما يقرص لك على المهارة اللي ناقصاك وتعلى، تمام يعني.
حاول تخلي ان انت مهارات الكوره لازم تذاكرها. يعني تخش على جوجل ما هي مهارات الكوره، ما هو الجانب البدني، مكون من ايه البدنيه، 8 حاجات. يعني البدنيا انت بتبقى 8 حاجات. خلاص. آم، الرشاقه والمرونه والسرعه 8. والمهاره بالكره الكنترول والتمرير والتصويب ومش عارف ايه. تمام. هتاخد كل الحاجات دي تعمل عليها افريج وسط 5/10. اي حاجة من دول اقل من 5/10 اقرص على نفسك فيها. يبقى لو انت خليت كله فوق الخمسة، يعني في 6 في 7 في انت ممكن تكون ابن لذينه الكورة بتبقى لازقة في رجلك في مهارة الدريبل 9/10. حلو. حاول بقى تشوف ايه اللي ناقصك تخليه فوق الخمسة مش اقل من الخمسة. اول ما تخليها فوق الخمسة فانت كده لاعب مستمط في بداية. يعني انت كده مش هتبقى لاعب جامد، ولكن انت كده ينفع تتحط في بداية الطريق. اه والله يا كابتن كلامك كله صح. تسلم. تسلم. طيب يا كوتش ادهم، يا كوتش انا بنزل الجيم ممكن بطور مستواي في الكورة؟ لا، الجيم بيطور المستوى البدني مش المستوى الفني اللي بالكوره. خلاص. والمستوى البدني انا مش بتمرن يعني ايه البادي بيلدينج في الجيم. الكوره لها تمرينات معينه للجيم. انا احمد عوض، انا 2008 تنصحني اسافر العب بره مصر؟ اه انصحك طبعا. بس هنا الفكرة ان انت تسافر تلعب بره دي لازم تكون لك على الاقل 2 دوري اتحاد كورة في مصر، وتكون بتلعب فيهم اساسي. ليه بقى بتلعب اساسي؟ ان هو ان انت تبقى لعيب كويس، لان المدرب اللي هيعتمد عليك اساسي فانت لعيب كويس. خدت سنه في 2 فانت اتعودت على الملعب الكبير، حفظت مركزك، فبالتالي لما تروح بره مصر هتقول له انا بلعب في بوجيد في المركز دوت وكنت بلعب في مصر، ويقدر يشوفك هيلاقيك انك عندك فكره فهيضمك. وطبعا بره مصر اكيد افضل طبعا. عرفت؟ لكن انت قاعد في البيت وتقول انا اروح العب بره مصر، لا. الكلام ده بقى إيه؟ لمين؟ للبراعم الصغيرين قوي، لان هناك هيأسسوهم. لكن انت 2008 المفروض تبقى عارف حاجات كتير في الكورة. اخوي مواليد 2007 ولعيب، في وقت ولا خلاص كبر؟ لا في وقت، في وقت جدا كمان. ليه؟ لان هو عنده 6 سنين يلعب فيهم دوري شباب ناشئين، يلحق يزق نفسه في اي فريق يلعب دوري في سنة في 2 في 3 وان شاء الله ربنا يكرمه. فلا في امل وان شاء الله خير. الله يدخلك الجنة على الكلام ده. الله يحفظك يا رب، انا وانت يا رب، انا وانت وكل المسلمين. تمام يا كابتن، شكرا. سويسي. خلاص يا سيد بقى، ما انا عرفت انك سيد بقى، انت هتقول لي بقى سويسي ومش سويسي؟ انت بكره هتتدلع يا عم. يا كابتن انا امبارح لعبت وعلى فكره يا سيد كابتن راهي يقول في حقك كلمتين حلوين قوي قوي بكره، وبصراحه تستحق. يا كابتن انا امبارح لعبت ماتش وحش قوي، ما كنتش عارف استلم الكوره والكوره بتطول مني مع اني بعرف العب. ده توتر، والتوتر بيتعالج بالتمرين، بيتعالج بالتمرين. مش عارف ليه انا لما بتكلم بحس ان انا بخلص طاقتي، وانا ببقى في التمرينات بتكلم وبخلص طاقتي فبحس ان انا على اخر اليوم مش قادر. حسيت ان انا الاسئله مش هلحق الايمها وهقفل. وانا مقل، وفي ناس كتير بتكتب لي يا كابتن اطلع كتير لايف اطلع كتير لايف، وانا هحاول ان شاء الله. لو سمحت، انا لما الكوره بتجيلي بحس اني بتوتر. طيب التوتر دوت كلنا مرينا بيه. ميسي اعظم لاعب في التاريخ اللي لسه جايبين سيرته، في بدايته وهو صغير كان بيتوتر. فاذا التوتر دوت مش حاجه وحشه، بس هو عالجها بايه؟ بالتمرين. راجل زي ميسي اتعلم، آه اتعلم تحت ايد مدربين فاهمين فعرفوا يعالجوها. طيب انت تعالجها ازاي التوتر دوت؟ بالتمرين زي ما انا قلت. احنا مثلا انا بعمل مثلا مربع 5 في 5، 5 متر في 5 متر مربع.
قد كده، يعني اصغر من الملعب الخماسي بكتير. خلاص تمام. هحط فيهم فريق من 4 لعيبة وفريق من 3 لعيبة. 3 لعيبة بيلبسوا قمصان، و4 لعيبة ما بيلبسوش القمصان، اللي هي قمصان الأورنج، اللي هو بيبقوا مفصولين، وما تخرجوش بره المربع الصغير ده. وهديكوا كورة وكأنه ماتش، وتعملوا باص من وان تاتش، من لمسة واحدة، أو في الأول لمسة ولعبة، يعني المس والعب بسرعة، أو من وان تاتش، أو بعد كده التطوير بتاع التمرين من وان تاتش. ده اسمه تقسيمة مصغرة جدا، ولكن عدد لعيبة كتير. طيب ده هيفيدك بإيه؟ هيفيدك بإن أنت لما تجيلك الكورة في مساحة ضيقة والدنيا زحمة حواليك، هيخليك تتصرف في الكورة صح. يعني أنا جات لي الكورة في 3 هيهجموا عليا لأن هم قريبين مني، لأن المساحة ضيقة. فأنت قوم عاملها إيه؟ هتلاقي في مرة الكورة جات لك لعبتها بسرعة لزميلك، الكورة جات لك لعبتها بوش رجلك الخارجي، الكورة اتقطعت، قلشت مرة في 2 في 3 تمرينات، بالشكل ده على طول. هتلاقي نفسك بقى بتعمل اللي في المساحة الصغيرة دي، الكرة تخرج منك صح ومليون في المية. و... واللي هي ايه، كأنك لاعب تقيل، عندك شخصية في الكرة بتجيلك، عارف انت هتعمل بيها ايه، وكل ده ايه في مساحة ضيقة. طيب ليه بقى؟ لما انت تتصرف في المساحة الضيقة دي بالكورة وتباصي في رجل زميلك صح، تعالى بقى في الملعب الكبير، هتيجي يبقى عندك الشخصية ولا ما عندكش شخصية؟ هتعرف تتوتر لأن هيبقى في مساحات. يعني اللاعب اللي كان جنبك، اللي هو اللاعب اللي هيضغط عليك في المساحة الصغيرة على بعد منك في ياردة، ياردة، تيجي بقى على الملعب الكبير هيبقى بعيد عنك ب3 ياردات. فإذا دماغك هتشتغل في ال3 ياردات دولت، هتعرف تستلم الكورة وترفع وشك وتعمل الباص، أو هتعرف الكرة وهي جايه لك تغمزها على طول للاعب. ليه؟ لانك اتمرنت. ولازم تبقى عارف ان التوتر ده بيجي من قلة تمرين. التوتر ده بيجي من قلة تمرين. فالتدريبات اللي انا قلت لك عليها دي، اللي هي تمرينات مصغرة، او او باسمها التدريبي اسمها روندو، اسمها تقسيمات مصغرة، 3 على 3، 4 على 5، 2 جوكر في النص، ليها مليون شكل، ولكن هي دي اللي أشبه بالمباراة. فبالتالي لما أنا بختبرك في التمرين دوت زي المباراة، هتيجي ساعة المباراة الموضوع ده مش هيبقى جديد عليك، فبالتالي هتعرف تتصرف بالكرة صح. ايه رأيك بقى يا عم في الكلام ده؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ فعرفت التوتر يتعالج ازاي؟ فهي برضو الرق على المدرب. يعني للأسف المدربين بيبقوا، والله بص، هم مدربين زملاء، وحتى لو انا ما اعرفهمش انا ما ينفعش يعني اعدي، ما بحبش اتكلم على مدربين، ولكن اتمنى تكون المدربين فاهمه وعارفه. طبعا طبعا لازم تكون انت عشان تشتغل الشغل ده برضو، عشان ما تجيش على المدربين قوي، لازم انت تكون كلاعب متعلم اساسيات الكوره، التمرير والفيجن، الرؤيه والكنترول، التحكم في الكوره. لو انت تعرف الاساسيات دي، فانت باذن الله مع تمرينات الروندو اللي انا لسه قايلها، اللي هي التقسيمات المصغره، هتبقى باذن الله التوتر هيتشلك في تمرينتين 3 بالشكل ده. الكابتن انا امبارح لعبت ما انا قلت منور منور يا كابتن مجدي، حبيبي يا فقوس، حبيبي يا فقوس، وحشني والله، عايز ابقى اشوفك. يا كابتن انا امبارح لعبت ما انا جاوبت عليك. عمري 17 سنة راحت عليا، والله ما راحت عليك. وانا في اللايف قديم قلت لو انت فريق اول وهتبدأ فريق اول وما عدتش على مراحل الناشئين، لو قدامك فرصة هيبقى قدامك فرصة، بس هي الفكرة كلها ان الفرصة هتبقى ضعيفة، مش زي اللي فرصه كبيرة وهو صغير. ولكن الفرصة موجودة، ما اقدرش اقول لك مش موجودة. ولاعيبة كتير قوي وصلت على كبر، على كبر. وهقول لك في 2009 عبد الحميد حسن هو مذيع في قناة الأهلي، لاعب كرة مهاجم بيلعب في الاتحاد السكندري، لاعب كرة عنده 25 سنة، لعب في موسم جاب كام جول، جه مانويل جوزيه جابه الأهلي، قعد مع الأهلي بالظبط 6 شهور واعتزل، كتب له عقد، مسك ملايين، الله أكبر، وبقى إيه؟ وبقى شغال في النادي الأهلي. لاعب كرة إمتى؟ 25 سنة مش 17 سنة. حسام باولو عمل إنجاز مع نادي الداخلية، هو مهاجم رقم 9 سترايكر،
في 2015 و2016 او 2014 2015 2015 2016 هداف الدوري المصري سنتين متتاليتين محدش عملها. لعب الكرة امتى؟ كان كل الناشئين بيلعب فولي بول، اللي هي الكرة الطائرة تقريبا الفولي بول، والكرة خماسي، وفي الحداشرات اللي هو الكرة الكبيرة يعني اللي هو كرة القدم، بقى هداف ولعب على كبر. وهو دلوقتي ساب الكورة وبيلعب كورة شاطئية وبيلعب في منتخب مصر. فمحدش يقول لي في امل، مفيش امل، هو في امل. رديت عليه. يا كابتن انا مش عارف اثبت نفسي في اكاديميه ويوم ابقى لاعب مهاري. تركيز، لازم تركز. ايه رايك يا كوتش في مين يستاهل احسن لاعب في البطوله، كان امبابي ولا ميسي؟ الجوائز منصفه، امبابي ياخد افضل هداف لان هو جاب اكتر لعيبه، اكتر هداف يعني. وطبعا ميسي فرق جدا يعني، هو اللي جاب الجون الثالث وهو اللي صنع، وهو اللي جاب الجون المكسب الصعود بتاع هولندا تقريبا. لا، ميسي هو افضل لاعب، ولو مش ميسي هيبقى تاني واحد هو مبابي، ولكن هي منصفة، ميسي افضل لاعب، مبابي اكتر لاعب هداف، وهي دي انا شايف ان الجوائز تمام قوي. وانزو افضل صاعد، ولكن انزو هو انزو عشان وصل للنهائي، ولكن انا ممكن اديها لأناحي. أناحي افضل لاعب صاعد في كأس العالم، اللي هو وسط المغرب، أناحي. ولكن هي راحت لإنزو، لا ويستاهل برضه. وافضل حارس مارتينيز، ولو مش مارتينيز هيبقى ياسين بونو. وافضل مدرب فعلا هو طبعا سكالوني مدرب الارجنتين، ولو مش سكالوني هديها للركراكي مدرب المغرب. انا قلت لك بالترتيب اهو. مع ان انا شايف ان افضل لاعب في البطوله من وجهه نظري يعني طبعا ميسي طبعا، ولكن انا بحب ميسي جدا وعايز ياخد افضل لاعب وهياخد الكره الذهبيه. بس انا لو مش هديها لميسي، انا هديها لديبول، خط وسط الارجنتين. ولا اروع الصراحه يعني. من ساعتها وانا فاقد الامل خالص. انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه، ولكن ما تفقدش امل خالص. اوعى الامل ده تفقده في اي حاجه. يا كابتن انا بتمرن 3 ايام في الاسبوع، هل ده حلو ولا اتمرن في البيت برضه؟ لا، اتمرن في البيت برضه طبعا. اوعى تبطل تمرين، ولكن التدريبات انت لو بتتمرن كتير خلي يعني يومين بدني، والباقي الايام خليها فني عشان ما تتصابش، لان البدني بيهلكك. منور يا كابتن. انا ميني خطاب، عارف يا خطاب، عارف عامل ايه يا ميني. عارف والله يا خطاب. يا كوتش انا كنت حلو قوي امبارح، نزلت قوي. طب يا كابتن ما تسمع لهمش، في واخدين عنك فكره انك مش عارف تلعب، ما تسمع لهمش. المهم انت خليك واثق في نفسك. طيب انا 18 سنة راحت عليا، انا جاوبت عليك. يا كابتن انا عمري 14 سنة ورحت اختبارات كتير، ولكن رحت المقاولين واتقبلت، ولكن للأسف المدارس والدروس وكده. طب دي مشكلتك انت. لا طبعا لازم توزن، والكرة لازم توزن ما بين الدراسة وما بين الكورة، وربنا يكرم والله يعني. بس ما اقدرش اقول لك كنت تروح للكورة، ولكن طالما انت قبلت في الاختبارات، لا طبعا كان لازم تدي الكورة حقها بصراحة يعني. غيرك كان يتمنى الفرصة دي. كابتن لما العب بالاكاديميه لعبي سيء، لكن لما بلعب بملاعب بره الاكاديميه لعبي ممتاز، نصيحتك يا كابتن. بصوا بقى السؤال ده، بصوا السؤال ده، ركزوا معايا. اسمك مش مكتوب اسمك، انت بتلعب بالاكاديميه لعب سيء يعني انت ما بتظهرش بمستوى جيد وانت في الاكاديميه، وبره الاكاديميه بيبقى مستواك جامد. طيب هقول لك ليه. انا في الاكاديميه بتتمرن مع لعيبه زيك، لعيبه واقفه على رجليها بدني، لعيبه بتلعب كرة باستمرار، لعيبه بتعرف تباصي، بتعرف تشوط، بتعرف تقطع الكرة واقفه على رجليها بدني خلاص. فهم نفس المستوى، فانت مش ظاهر في وسطيهم ليه؟ لان هم زيك وانت زيهم، وفي اكيد اللي احسن منك وفي اللي اقل منك، ولكن في تنافس. طيب العب بقى وانت بقى اهو، العب بقى مع صحابي ساعة خماسي بره الأكاديمية أو بره النادي،
بيبقى بقى اللي جايين ايه؟ اللعيبه اللي بتلعب حبي، اللعيبه اللي هي فاني، اللعيبه اللي جسمها مش متظبط، اللعيبه اللي ما بتتمرنش باستمرار، اللي بتيجي تفاريح. انت واقف على رجلك عشان انت بتلعب باستمرار في الاكاديميه، هم لا، فبالتالي انت بتبقى احسن منهم. عشان كده اوعى 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 تقيم نفسك على اصحابك اللي بتلعب معاهم حجوزات. فهمت؟ اتمنى اكون فهمت. طب يا كابتن، في عيال واخده عني فكره اني مش بعرف العب. ما تسمع لهمش، وبص لنفسك ايه هو اللي ناقصك وكمله بالتمرين. يا كابتن عايز احترف بره مصر. زي ما قلت لزميلك اللي فوق، انا جاوبت على السؤال دوت وقلت له ان انت لازم اضعف الايمان تلعب لك سنتين هنا داخل مصر دوري اتحاد كوره مع فريق، وفي المقابل برضو تلعب اساسي، لان يكون المدرب بيعتمد عليك، فبالتالي بتكتسب خبرات وتكون حافظ مهام مركزك. لعبت سنتين، فلما انت تروح بره مصر وتقول لهم انا اجيد هذا المركز، سترايكر، صانع العاب، ديفندر، باك رايت، حتى لو حارس مرمى، هيقول لك انزل، شافك لعيب كويس، لان انت لعيب كوره، لعبت دوري، فبالتالي هتتاخد. لو انت بقى جاي من البيت وما لعبتش كوره خالص ولا على حداشرات ولا لعبت دوري وعايز تروح بره، مش مش هتتقبل. خلاص؟ فهمت؟ بس كده. يا الواحد صدع وتمرين، وبطلع صوتي في الكلام في التمرين وفي اللايف. انا مقصر جدا في اللايف والله يا جماعة، وفي ناس كتير بتطلب مني بس معلش يعني اعذروني ان انا ما بطولش يعني. طب يا كابتن، انا موهوب مثلا، اعرف نفسي ازاي اني كويس؟ طيب انا قلت قبل كده ان الموهبة بتبقى، الولد بيبقى مولود ربنا وضع فيه موهبة الكورة، تمام؟ موهبة الكورة دي انا بقى يعني انا كمدرب انا ممكن اشوف من شكلك، ان انا من غير ما اشوفك في الملعب اشوف من شكلك ان انت لعيب كوره. هو بيتبان على الشكل. انا فيا الموهبه دي الحمد لله كمدرب، ولكن هي بتتعرف ازاي؟ من حاجتين. رقم واحد، ودي باينه قوي في اللاعب اللي عنده الموهبه، هو انك بتجري بالكوره، اللي هي الدريبل، مهاره الدريبل، جري بالكوره والكوره لازقه في رجلك، وانت دي ما اتعلمتهاش لا في نادي ولا في اكاديميه ولا في اي حته. انت اتولدت لقيت نفسك بتلعب مع اصحابك الكوره لازقه في رجلك، اعرف ان انت عندك الموهبه. الحاجة التانية استلامك للكرة، الكنترول. هلعب لك الكرة من بعيد، خلي صاحبك يلعب لك الكرة من بعيد، يرفعها لك فوق، وشوف استلامتك للكرة، استقبالك للكرة، كنترولك للكرة. الكرة بتخبط في رجلك وبتهرب، ولا بتمتصها، ولا بتكتمها صح. هنا بقى تعرف انك موهوب. بس هي الحاجتين دول. طب انا هاف وبلعب برجل واحدة عادي، ولا اغير مركزي؟ هاف ايه طيب؟ هاف ليفت، هاف رايت، ولا بتلعب في قلب الملعب صانع ألعاب، ولا تحتيه لا رقم 8، ولا تحتيه شوية رقم 6؟ قولي. أنا هاف مش سريع عادي ولا لأ؟ هاف إيه برضو أنت كمان؟ بس خلاص عندي كنترول ودريبل من صغر سني ويبقى موهوب. لو أنت عندك الاتنين دول تبقى موهوب. هاف رايت، هاف رايت، وينج رايت، تمام. طبعا لازم تلعب رجليك الاتنين، ولكن يعني اضعف الايمان هو تبقى رجل الشمال او رجل يمين عادي. عادي لو لعبت برجل واحده في الوينجات، يعني على طرف الملعب، مش شرط مش شرط رجلي الاتنين، ولكن طبعا رجليك الاتنين هتميزك. زي محمد صلاح مثلا، كان هو اشول، رجليه اليمين دي كانت مقطوعه، جه مدرب سباليتي روما تقريبا طور فيه رجل اليمين، بقى يجيب شمال ويمين، وبيعرف يتصرف بالكورة سواء لو جت على يمينه زي شماله. فطبعا رجليك الاتنين مهمة جدا، ولكن لو رجل واحدة مش مهم. خلاص. هاف ليفت وبطيء، لا. لا، حول مركزك لصانع لعب، اللي هو اللاعب رقم 10، زي مجدي قفشه، يوسف اوباما. المركز دوت بيبقى صانع العاب كده، وما يبقاش سريع.
انا هاف ليفت ومش سريع زي ما انا قلت لك. غير مركزك للاعب رقم 10. انا 2004 كنت بلعب في ترسانة والشرقية، وبعد كده بطلت سنة عشان ثانوية. دلوقتي مش لاقي نادي اعمل ايه. النوادي هتفتح لك ابوابها في الصيف، فانت في الشتاء ده شوف ايه اللي ناقصك وتعلمه، وبعد كده في الصيف روح الاختبارات وان شاء الله ربنا هيكرمك. طب انا عايز اتمرن مع حضرتك في الاكاديمية. طيب احنا اكاديميتنا في مدينة نصر الحي الثامن مصطفى النحاس، وفي الهرم في الليبيني. لو عايز تنضم لينا طبعا ابعت لنا رسالة على الانستجرام اف سي وولفز اكاديمي، واحنا هنرد عليك بسرعة هنقول لك كل التفاصيل يعني. آه. الاختبارات امتى؟ في الصيف. واحد مش متعود على القعدة طول الوقت، بيبقى واقف في الملعب فمش مرتاح شوية بس. ماشي ناخد بس ناس كتير قوي كاتبة، بس انا عايز ارد. تمام. طب انا عايز اتمرن انا قلت لك قلبي دفاع، بلعب رجلي الاتنين وسريع، ممتاز جدا طبعا. العب خط وسط مهاجم، صانع العاب. لو انت بطيء شويه حاول مركزك من طرف الملعب لنص الملعب. الاختبارات امتى؟ ان شاء الله في الصيف، ان شاء الله بدايتها شهر 6. 2004 اتلغت في انديه كتير، السنه اللي فاتت اتلغت لكن السنه دي رجعت. 2004 رجعت السنه دي. هو انت حضرتك قاعد فين؟ في مدينه نصر وفي الهرم. تمام. كابتن نادي سكه الحديد حلو. انا طبعا حلو. حرام والله، ما كنتش عايز الارجنتين تكسب يا عم. يعني الارجنتين كسبت، فرنسا كسبت، مش هيفرق معانا حاجة. احنا كده في الاول وفي الاخر الولاء والانتماء لبلدك انت، ولكن انت استمتع. يعني هو ان انت قاعد تتفرج على ماتش زي دوت، انا عايز اقول لك انا اكبر منك في السن اكيد. انا بقول لك انت ما فاتكش ماتش، لكن ده اللي كان هيفوتك. ده اعظم ماتش انا شفته في حياتي في المنتخبات. نكتفي بهذا القدر، بقالنا ساعة. وإن شاء الله هطلع كتير إن شاء الله. الفترة اللي جاية هطلع. مبسوط جدا ان الناس كتير قوي تفاعلت مع اللايف، وانا عارف الناس كتير قوي بتقول لي دايما عايز ان انا اطلع. وان شاء الله هطلع الفترة اللي جاية، واشكركم جدا جدا جدا. وان شاء الله لو في عندك اي سؤال اكتبه لي في اي فيديو من الفيديوهات، انا هشوفه وهرد عليك بفيديو. هرد عليك بفيديو. تمام. خش على اليوتيوب شوفوا التدريبات عندنا اف سي وولفز اكاديمي، وخش على الانستجرام اكتبوا لنا الرسائل اللي انتوا عايزينها وانا هرد عليكم بنفسي. وخشوا على الفيسبوك اف سي وولفز اكاديمي، وان شاء الله هنبقى على تواصل، وان شاء الله هفيدكم جدا. سواء اللي عايز يروح نادي، اللي عايز يتعلم مهارة، وانا اخوكم الكبير. وعلى فكرة في ناس كتير قوي من تيك توك معاها الواتساب بتاعي، بيتواصلوا معايا باستمرار، وانا بدلهم يعني على الصح. شكرا ليكم، وان شاء الله هطلع الفترة اللي جاية. شكرا، مع السلامة.